ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى الصوت يبقى كويس من المايك. ده هيكون اول فيديو ليا على اليوتيوب. انا كونتنت كريتور، صانعة محتوى، بقالي اكتر من شهرين على التيك توك وانستجرام، بس انا كمان بنزل على الفيسبوك. اول شيء ازيكم، انا عالية. عندي 23 سنة، وانا سافرت 14 دولة وانا لسه في الجامعة. ده كان اول فيديو انا عملته واللي فايرال، يعني جاب فيوز كتيره جدا على التيك توك، وانا انبسطت قوي ومكمله محتوى من ساعتها بقالي اكتر من شهرين. ممكن لما انزل الفيديو ده على اليوتيوب هيكون شهرين ونص، فانا اتحمست جدا ان انا اعمل لكم فيديوهات طويله. لو انتم متابعيني قبل كده على السوشيال ميديا بتاعتي على انستجرام والتيك توك هتعرفوا ان انا بحب اتكلم جدا وبحب اتكلم باستفاضه كمان. فقلت دي فرصة، دي opportunity ان انا بجد اعمل لكم فيديوهات طويلة، وان انا اعرفكم اكتر عن نفسي، واعرفكم كمان عن المنح وعن السفر اللي انا خدته، عشان اعرفكم شوية انا مين. لان في ناس مش عارفة انا بقدم محتوى ايه او انا عملت ايه في حياتي. في ناس مفكرة بس ان انا عملت تطوع او ان انا بسافر بس او ان انا بس يعني بقول حاجات تعليمية. انا mix of this all. اول شيء انا عايزه اقول ان في ناس يعني خصوصا على اليوتيوب بتقولي ان انا ما اتكلمش انجلش كتير. طيب، انا بحاول ابقى اوثنتك، بحاول ابقى ماي ترو سيلف، بحاول اكون حقيقيه. يعني دي عاليه الحقيقيه. انا عادي جدا قاعده في اوضتي، مش بحاول اكون شخص تاني. فانا هحاول اقلل الانجليش طبعا لان انا محتوايا طبعا للمصريين فيرست وللعرب، وبعد كده ان شاء الله اتمنى يبقى لكل الناس، اتمنى اساعد كل الناس. بس انا متفهمه، انا هحاول. بس في كلام كده انجليش هيطلع مني هحاول اترجمه. وكمان في كلام انجليش ملوش ترجمه عربي، لو قلته عربي المعنى حرفيا هيبوظ. بس دي شخصيتي انا ما اقدرش اغيرها. فبس المحتوى بتاعي هو ايه؟ انا بتكلم اول شيء عن السفر، طبعا عن السفر اللي انا عملته وعن السفر اللي انا هعمله كمان. بتكلم عن السفر في العموم، عن opportunities بقى. فالسفر بينقسم تحت كذا حاجه. بتكلم عن scholarships، بتكلم عن المنح اللي انا خدتها، بتكلم عن programs، بتكلم عن حاجات كمان انا ما خدتهاش. فانا هعمل لكم زي بلاي ليست منح تقدروا تاخدوها لو انتوا في اي سن، في ابتدائي، في ثانوي، في اعدادي، في يعني في اي حاجه، في جامعه، في شغل، في اي حاجه تقدروا تقدموا عليها. وكمان انا بتكلم عن البيرسونال ديفلوبمنت. يعني ايه البيرسونال ديفلوبمنت؟ يعني هتكلم عن سكيلز كمان. يعني بصوا، انا عارفه الموضوع غريب بس انا كنت بصور اصلا سيلفي، فدلوقتي انا كنت بشوف نفسي وانا بتكلم، فانا دلوقتي مش شايفه نفسي، انا شايفه حرفيا الموبايل قدامي، فحاسه ان انا قاعده في استوديو حرفيا. فمبسوطه ومتحمسه للفيديو. كنت بقول لكم ان البيرسونال ديفلوبمنت اللي هو عن السكيلز. يعني ايه؟ يعني مثلا في فيديو عملته عن النتوركينج سكيلز. نتوركينج اللي هو ازاي communicate better، ان انت اوكي this was too much English ده كان انجليزي كتير. كنت بتكلم عن سكيلز معينه للشغل كمان. ده السكيلز اللي انا بتكلم عنها دي تنفع لكل حاجه حرفيا، وحاجات كان المفروض اتعلمها زمان. فده هيكون المحتوى بتاعي. وكمان انا بكلمكم عن اللايف ستايل بتاعي في العموم. يعني انا بحب انزل مثلا على الانستجرام عن رحلتي في الجيم، عن الحاجات اللي انا بعملها. يعني let's say ان انا المحتوى بتاعي اكتر يعني حماسي، واكتر ان انا عايزاكم تبدعوا، وعايزاكم كمان تطلعوا الحلو اللي جواكم بجد. اذا كان بقى ان انتوا تقدموا على منح، تقدموا على دراسه بره، ان انتوا حتى تاخدوا الفرصه وتروحوا الجيم، ان انتوا تروحوا ايفنت في مصر. ده حرفيا هو ده المحتوى بتاعي. طيب، تعالى اعرفكم شويه على نفسي. يعني انه فيديو طويل على اليوتيوب، انا متحمسه جدا ان انا اعمل ده. وكمان متحمسه للناس اللي اول مره تشوفني هنا. شكرا ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو، شكرا لو ليك اول مره على قناه اليوتيوب بتاعي. انا كنت بعمل زي يوتيوب شورتس، يعني فيديوهات قصيره على اليوتيوب، بس دي اول مره فيديو طويل. ده حرفيا اول فيديو طويل ليا اصوره. فانا متحمسه جدا اعرفكم على نفسي. انا اسمي عاليه، انا عن 23 سنه لسه تميتهم وانا بعمل المحتوى، تميتهم ممكن من شهر. متحمسه جدا ومتحمسه بجد لعيد ميلاد 23. انا خلاص يعني حاسه ان انا جبت النضج لاخره. كنت عايزه اعمل كونتنت، عايزه اعمل محتوى. انا بسافر بقالي ممكن 4 سنين عن طريق البروجرامز، عن طريق السكولارشيبس، وهكلمكم عن ده اكتر. بس انا كنت خايفه شويه، كنت قلقانه الصراحه من يعني ان الناس ما تتقبلش ده، او ان انا نفسي ما اقدرش، على ان ده شغلي اصلا. يعني انا بشتغل في الديجيتال ماركتنج، المفروض ان ده يبقى شغلي. بشتغل ديجيتال في الديجيتال ماركتنج والكوميونيكيشن، عندي اكسبيرينس ان بوث اوف ذم. فالمفروض ان ده شغلي اصلا، بس يعني لا، كنت قلقانه. فلحد يعني ما اتكلمت مع اخويا واتشجعت وخلاص بدات حرفيا من شهر 6 بحاول ابدا وبشوف كل حاجه. وعملت اول فيديو ليا في بورسعيد لذيذ قوي، بتفرجوا عليه. عايزه اعمل لكم فلوج، اصلا الفلوج بتاع اليوم ده كان تحفه.
ونزلته 20 نزلته 19/7 على التيك توك و20/7 على الانستجرام. فبجد انا عمري ما انسى الايام دي، وعمري ما انسى ان انا عملت ده السنه دي. عايزه اقول لكم ان الاحلام بتحقق، يعني في حاجه كنت عايزه اعملها من وانا حرفيا من سنتين، ودلوقتي عملتها عادي وانا بصور لكم بموبايلي. فبس انا سافرت 14 دولة وانا لسه في الجامعة اصلا. طب انا عملت ده ازاي؟ تعالوا بس اكلمكم الاول. انا بدأت اسافر ازاي. اول سكولارشيب انا خدتها كان عندي 17 سنة، كان من بروجرام اسمه وومن تو وومن. ده كان في يو اس اي، كان من 7 ل 10 ايام. رحت امريكا مع السفارة، كان بروجرام تحفة، كان بروجرام مول متكامل حرفيا. لو انتم شايفين هي الشهاده اهي، انا واخده شهادتين منهم لان انا كنت طوعت معاهم في السفاره، يعني في بروجرامز الخارجين. فالشهاده هنا موجوده. فبجد كان من احلى الاكسبيرينسز في حياتي وانا عندي 17 سنه. وبعد كده كان كوفيد يعني، فالحياه قفلت كلها، وسافرت تاني مره وعندي 19 سنه. ودي اللي انا بقول عليها سفريتي الحقيقيه فعلا، اول مره اسافر آه، لوحدي. عملت كل حاجه حرفيا لوحدي. سفريه بولندا دي انا ممكن اكلمكم عنها في حرفيا فيديوهات كتيره عن ازاي عملت ده اصلا. وبجد المصاعب اللي واجهتني، وان انا كنت بقدم على فيزا شنجن لوحدي. تخيلوا طالبه لسه في الجامعه عندها 19 سنه وهي ما عندهاش اي اصلا بيت قبلها، حرفيا الفيزا طالعه لي قبلها ب4 ايام قبل السفر، وحجزت التيكت لوحدي. كان موضوع يعني، بس الحمد لله بفضل ربنا، وطبعا بفضل ربنا اول شيء، ومجهودي بعدها ومساعده اهلي. بجد الحمد لله عرفت اسافرها، والسفريه اللي غيرت كل حاجه. وده اللي انا عايزه اكلمكم عنه. خدوا اول ستيب، اول ستيب على طول. خدوا اول ستيب وبعد كده يجي ستيب ثانيه. يعني هل انا كنت اعرف لما انا سافرت بولندا ان انا هسافر 14 دوله؟ هل انا كنت اعرف ان انا اصلا هبدا اتكلم دلوقتي ان السفريه دي هتغير لي وجهه نظري في الحياه 180 درجه وتخليني بعرف اتكلم دلوقتي قدامكم؟ انا ما كنتش اعرف الموضوع ده. فانا متحمسه جدا ان انا اعرفكم اكتر عن رحلتي. انا سافرت بولندا، سافرت فرنسا، سافرت المانيا. وكمان انا عايزه اوضح حاجه. اول مره اسافر بولندا كان تطوع، بس انا مش سفري مش كله تطوع على الاطلاق. انا سافرت في شغلي، انا سافرت مؤتمرات، انا سافرت اشتغل في دول معينه. يعني انا سافرت اشتغل 3 شهور في جنوب افريقيا. مش تطوع بس، انا بحب التطوع جدا. يعني انا حرفيا ممكن اروح حتى لوحدي دلوقتي عادي، ادفع انا تيكت الطيران بس اروح اتطوع برضه. لان انا بحب السفر اللي فيه امباكت، اللي فيه تاثير، اللي فيه تاثير جيد. مش بحب اسافر بس سياحه. يعني لو عايزه اسافر مثلا سياحه، هحكي لكم قصة. أنا مثلا سافرت ألمانيا في آخر اتنين حرفيا في رمضان. سافرت في نص اتنين، وبعد كده في بروجكت، وبعد كده خدت أسبوع لفيت فيه 3 مدن، لا 4 مدن. أنا سافرت 4 مدن في 8 أيام ساعتها في ألمانيا. فده أنا ممكن أعمله كسولو تريب، سفر لوحدي. لكن إن أنا أروح ال3 أسابيع كلهم سياحة، لا ده مش عالية الصراحة. أنا بحب السفر أكتر. يعني انتوا ممكن تشوفوا روح الشباب فيا، بس انا شايفه ان حتى لو انتوا مثلا اكبر من 30 سنه عادي تقدروا تسافروا. وده اللي انا هكلمكم، وتقدروا تسافروا تطوع. وده اللي انا هكلمكم عنه في الفيديوهات الجايه، ازاي اصلا تقدروا تعملوه. فانا متحمسه جدا ان انا ابدا فيديوهات اكلمكم عن البروجرامز، اكلمكم عن الاكسبيرينس بتاعتي، اكلمكم عن حاجات كتيره قوي. فانا مبسوطه ان انا خدت الخطوه دي. وشكرا ليكم بجد لان انتوا شجعتوني. كذا حد قال لي على التيك توك، كذا حد قال لي في الدي ام على الانستجرام، اللي هو علي عايزين نشوفك في فيديو طويل على اليوتيوب. فانا حاسه ان انا بتكلم معاكم. يعني حاسه اي حد دلوقتي بيتفرج على الفيديو ان احنا قاعدين مع بعض، احنا اصحاب وبنتكلم. وده هتكون طريقتي على طول، اتمنى تفضل حتى بعد سنين، اللي هي اوثنتك، اللي هي حقيقيه. ان احنا نفضل كده، يعني افضل بتكلم بالاسلوب ده. انا مش عارفه هل انا بحب الحركه قوي. انا قلت لكم الموضوع ده، قلت لكم ان انا شخص فراك قوي. فانا حاسه ان انا عايزه اتحرك كده، بس مش عايزه ابوظ الكادر اللي انا عاملاه. انا حرفيا خدت اكتر من 40 منحه، 40 سكولارشيب على مدار حياتي. انا بجد مش عداهم. طبعا مش كلهم كانوا في سفر، كانوا اغلبهم حرفيا اونلاين. وده اللي انا كنت بكلمكم عنه في بروجرام زي اسبايرز، في بروجرام زي ماكنزي. ان انا بجد خدت برضو بروجرامز اونلاين حتى قبل وومن تو وومن. خدت بروجرامز كتير اونلاين، ودي اللي ساعدتني. وخدت كورسز. انا هعمل لكم فيديوز اكتر عن الكورس اللي انا خدتها والحاجات اللي ساعدتني. وانا مبسوطه ان انا بدات يعني على اليوتيوب، عشان بجد اقدر اساعدكم في فيديوهات اطول. لان انا عارفه ان على التيك توك وعلى انستجرام انا بحبهم جدا، بس برضو ان انا اكلمكم دقيقه. في بعض الناس هتشوفه افضل، خصوصا الناس الاصغر. بس انا بجد انا كمان عايزه الناس اللي في سني واللي اكبر مني كمان يستفادوا. ده هدفي من الاول، ان انا اصلا افيد من اول 13 سنه لحد حرفيا 40 سنه، لحد
اكتر كمان. يعني لو في اولياء امور بيشوفوني لاولادهم، لو في انتوا نفسكم بتشوفوني، انا بجد هكون مبسوطه جدا وانا بساعد كل الناس. ده هدفي من الاول اصلا، ان انا اساعد الشباب وكمان الناس اللي بتشتغل حاليا. يعني انا لسه برضو بادئه في سوق العمل، فانا متفهمه. وكمان الشتا جاي، فاحنا بقى هتتفرجوا عليا وانتوا بتاكلوا. اتمنى لما تخلصوا اكل تفضلوا مكملين تتفرجوا عليا، اتمنى الفيديو يكون مهم. بس انا سافرت اكتر من 40 منحه. سافرت تبع الاتحاد الاوروبي، سافرت تبع اورجانيزيشن في امريكا، بجد سافرت حتى في كونفرنسز. سفري بجد كان مختلف. سافرت حتى لوحدي سولو تريبس. يعني السفر اللي انا بحبه بجد واللي انا هكلمكم عنه اكتر، ان انا مثلا كنت في رومانيا. كنت مطوعه هناك شهرين. بعد ما خلصت حرفيا قمت واخده 10 ايام لفيت دول البلقان. بجد كانت اكسبيرينس تحفه. انا شفت 6 كريسماس ماركت. يعني ممكن تشوفوا اللي ورايا ده، اغلبهم من بجد من الرحلات دي. اوكي. فانا بحب قوي. فانا كان اول مره في حياتي السنه اللي فاتت في 2024، في من اول انا كنت هناك من نص 10 نص 12. كان اول مره في حياتي اشوف كريسماس ماركت واعيش الحياه دي. انا اصلا يعني حتى ما بشوفوش في القاهره. فانا بجد انبسطت قوي وشفت دول. شفت صربيا، شفت بلغاريا، شفت دول، شفت مدن كتير قوي في رومانيا. شفت كمان، شفت المجر. بجد انبسطت قوي انبسطت قوي. وكمان يعني انا بحاول افتكر الدول اللي انا اتخيله، انا بحاول افتكر الدول اللي انا روحتها. انا كمان بحب ان انا استكشف الدول اللي انا رايحاها. يعني انا مش هدفي ان انا يبقى عاليه اللي سافرت 50 دوله او سافرت 14 دوله، لا. هدفي عاليه اللي زارت الدوله حرفيا. فانت هتلاقوني مثلا انا سافرت قعدت في جنوب افريقيا 3 شهور. حرفيا جنوب افريقيا يا جماعه، انا لازم اكلمكم عنها. كانت تحفه. قعدت فيها 3 شهور من احلى 3 شهور في حياتي. انا انبسطت جدا. فانا هكلمكم عنها. انا نزلت لكم فيديوز على شورت فيديوز على الانستجرام وعلى التيك توك وانا بعمل بانجي جامبينج، بنط من كوبري 216 متر. انا حرفيا انبسطت جدا في جنوب افريقيا. من احلى رحلات حياتي ومن احلى دول حياتي. بتجمع ما بين كل شيء وكانت افوردبل جدا. فبجد لو حد بيفكر يعني ناوي يسافر يقول لي في الكومنتات. هعمل لكم فيديو عن جنوب افريقيا عشان هتتبسطوا قوي. انا كنت قاعده في كيب تاون بس زرت كمان مدن حواليها. هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص عن. قعدت في فرنسا 3 شهور. قعدت في بولندا 3 شهور. بولندا دي كانت اول دوله اسافرها. سافرت المانيا كذا مره. يعني انا بحب المانيا قوي. مش عارفه في ناس ما بتحبش المانيا، بس انا الاكسبيرينس بتاعتي كانت مختلفه. وبجد سبحان الله الناس كانت لطيفه معايا الصراحه. يعني انا لسه اخر مره، عشان ما تقولش الاكسبيرينس بتاعتك قديمه او كده، لا. الاكسبيرينس بتاعتي حرفيا اخر مره في الشتاء، في شهر 3 او بقول لكم في رمضان. وكنت هناك كمان في شهر 9 اللي قبلها في 2024 قبل ما اطلع رومانيا. فبجد الناس لذيذه معايا جدا بحبها جدا. وكل مره بستكشف مكان جديد. يعني انا رحت، بس انا الصراحه رحت اللي هو الجزء الغربي اكتر. مش انا عارفه الناس بتقول على الجزء الشرقي وكده ان هو مش افضل حاجه. لسه ما زرتوش للامانه عشان اكون صادقه معاكم. يعني هزوره واقول لكم رايي اكيد. رحت بون، رحت برلين، ورحت فرانكفورت، ورحت بقى حرفيا قعدت كنت فلاحه ريفيه في المانيا. عامه انا بحب جدا اكون فلاحه في الدول. يعني لسه في حاجات تانية اكتر هبقى اكون فيها فلاحه واشارككم اكيد معايا. ويعني متحمسه جدا ان انا اروح مثلا شمال اوروبا. متحمسه ان انا اروح اليابان. فبس لسه هشارككم بجد رحلات كتيره وفلوجز كتيره. بس عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات انتوا عايزين تشوفوا ايه اكتر. عايزين تشوفوا دول ايه الاول ان انا اعمل لكم فيديوهات عنها. فانا هنبسط جدا وانا بشارككم الاكسبيرينس دي وانا عملت ايه. بس ده سفري، ده نوع السفر اللي انا بحبه. مش بسافر مثلا اللي هو بس اتفسح. طبعا ان انا اتفسح دي حاجه مهمه. انا حرفيا لو بصيتوا على الهايلايتس، الحاجات اللي هي على انستجرام اللي بيكون على طول تحت المعلومات بتاعتي، هتلاقوا حرفيا صور كتير. انبسطت، لفيت، رحت متاحف، اتمشيت، ورحت مطاعم وكافيهات. بس في نفس الوقت عملت ايه؟ في نفس الوقت برضه اتطوعت واتعلمت حاجات كتيره. اكنك مثلا let's say ان انت في جامعه الصبح وبعد كده بتخرج مع اصحابك. ده اللي انا بحب اعمله. فانا عايزه احكي لكم عن انا بعمل ده ازاي، وازاي بجد ان انتوا كمان تشتغلوا. يعني انا فاكره ان انا في جنوب افريقيا كان ساعتها عندي تدريب. كان عندي تدريب مع الامم المتحده. انا كنت عملت لكم فيديو عن ده، بس هعمل لكم فيديو مطول انا اتقبلت ازاي اصلا. وكنت بشتغل ساعتها. وكنت كان معايا، كنت بعمل انترنشيب. وكنت كمان في جنوب افريقيا. فانا كان اول مره في حياتي اطيب مانجمنت حاجه زي دي. وعرفت ساعتها ان انا قادره على ده. فانا انبسطت جدا. يعني انا كان بتعلم في السفر بجد سكيلز عن نفسي، مهارات عن نفسي. ما كنتش اعرف ان عليا عندها المهارات دي. وانتوا كمان تقدروا تعملوا ده. يعني انا لو كنت فضلت قاعده في محافظتي الصغيره I don't think ان انا ما كنتش اعتقد خالص ان انا كنت هعرف كل ده عن عليا واعرف كل ده عن نفسي.
فاحنا في الرحله معايا بقى في الكونتنت والمحتوى الفيديوهات، هنتعرف على نفسنا. انا برضو لسه بتعرف على نفسي معاكم. هل انا كنت اعرف ان عليا ممكن تقدر تفتح ال يعني تصور بالموبايل بتاعها وبتتكلم كده؟ انا والله ما كنت اعرف. بس انا مبسوطه قوي، انا مبسوطه. واولا فخوره بيكم ان انتوا بجد بتتفرجوا على محتوى زي ده، وبجد ان انتوا عايزين تاخدوا ستيب لقدام، خطوه لقدام. وكمان فخوره بنفسي ان انا بدات ده، فانا فخوره بينا احنا الاثنين. انا دلوقتي بعمل ايه؟ تعال اقول لكم. انا دلوقتي اتقابلت في بروجرام مع اليونيتار، مع اورجانيزيشن في اليونايتد نيشن. دلوقتي انا بعمل زي بزنس ايديا معاهم، وبناخد كورسز. فانا مبسوطه جدا. ده اونلاين طبعا. لسه في الفقره اللي بعدها ان احنا المفروض هنسافر. فانا مبسوطه جدا. يعني هو البروجرام كان حرفيا مقدم عليه 4000 شخص، قبله بس 500 شخص، ودلوقتي بقينا 180 في المرحله الثانيه. فعشان تعرفوا المنح بتاخد يعني المنح بتبقى مش المنح، يعني هو ده بروجرام عامه بتاخد ناس اقل. انا اترفضت من منح كتير، بس اتقبلت في منح تانية برضو. فعايزاكم اوعوا تيأسوا من اي حاجه. عامل زي الشغل. انا عايزاكم. انا مش عارفه الناس بتزعل ليه لما تترفض في منح او تترفض في بروجرام. هو عامل زي الشغل. هل كل الشغل اللي انت قدمت عليه اتقبلت فيه؟ لا. هكذا. فعادي جدا. انا مش عايزاكم تزعلوا. وانا اصلا هكلمكم عن سكيلز ومهارات. دي بقى المهارات دي تنفعكم في حياتكم، زي النتوركينج، تنفعكم في الشغل، تنفعكم في الجامعه، تنفعكم في المدرسه. وهكلمكم بجد عن ايه اللي كنت اتمنى لو انتوا لو انتوا صغيرين في السن. اللي كنت اتمنى عاليه وهي عندها 16 17 سنه، او عاليه وهي في العشرينات دلوقتي، اللي المفروض يكون موجود معاها. يعني احنا مع بعض، احنا في الرحله دي مع بعض. انا هتتعلموا معايا وانا هتعلم معاكم كمان. فانا مبسوطه جدا. وشكرا بجد. لو عجبكم الفيديو ولو عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه في العموم، ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تشتركوا في القناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان لو عملت اي فيديو يظهر لكم على طول، وتعملوا لايك على الفيديو، وكمان كومنت، وتبعتوا لاصحابكم. وبجد دعمكم هيفرق معايا جدا ان انا اكمل في المحتوى ده. خلتوني اصلا ان انا ابدا ان انا المحتوى على اليوتيوب. فدعمكم. لو انتوا عارفيني من انستجرام، عارفيني من تيك توك، عارفيني حتى من التطوع اللي انا عملته من الحقيقه، او لسه حتى متعرفين عليا، يعني means a lot for me. انا هحاول اقلل الانجليش زي ما قلت لكم، بس انا هحاول اكون برضه شخصيتي الحقيقيه. ولو انتوا حتى الانجليش بتاعكم مش احسن حاجه، ممكن يعني انا عملت فيديو عن الانجليش وهعمل لكم فيديوز اكتر. لو انتوا حابين ده قولوا لي في الكومنتات ازاي نطوره. لان بجد عشان اكون صادقه معاكم، منح قليله جدا اللي مش بتطلب انجليش، اللي مش بتطلب انجليزي. فانا عايزاكم تطوروا كمان الانجليزي بتاعكم عشان شغلكم، عشان كل حاجه. بس شكرا جدا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، ومتحمسه للي جاي، ومتحمسه للفيديوهات اللي لسه هعملها. انا عارفه ان انا طاقتي عاليه، بس انا عايزه الطاقه دي توصل لكم. حتى لو انتوا قاعدين دلوقتي في السرير، وحتى ممكن تكونوا بتتفرجوا عليا دلوقتي في الشتاء وحاطين البطانيه او حاجه، او بتشربوا حاجه، عايزه الطاقه برضه توصل لكم كده. ويلا افتحوا اللاب، افتحوا اي حاجه، قدموا على منحه، خلاص التاسك اللي وراكم. بجد مبسوطه جدا. وما تنسوش تروحوا الجيم. ها. هبقى ابعت لكم، اعمل لكم فيديو وانا في الجيم. مع السلامه. مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم. باي.